السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض العيش الكايزر او عيش البرجر زي ما تسموه. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة، هينفع معاكم في سندوتشات المدرسة، تعملوا منه برجر بجد حلو جدا وطالع طري كده زي ما انتوا شايفين. المكونات بتاعته كمان اقتصادية جدا، ان شاء الله كده تكون متوفرة عندكم وتجربوه. تعالوا على طول ندخل على الطريقة، بس لو اول مرة تشوفوني انا اسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك. اول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبت بقى كده معايا طبق، حطيت فيه كده كوبايه من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه علشان احنا في الصيف، ولو في الشتاء هتدفي شويه الميه. احط عليهم بقى كده 3 معالق من السكر، نص معلقه من الملح، معلقه كبيره كده من الخميره، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، 3 معالق كده كبار من الزيت، ومعلقه كبيره من الخل. دي كل المكونات اللي عندي، هقلبهم مع بعض كده بالمعلقه علشان السكر وكل المكونات دي كده تدوب مع بعضها. بعد ما كل حاجة دابت عندي بالشكل ده، هنزل عندي بنص كيلو من الدقيق اللي هو 4 كوبايات بمج الشاي العادي. هقلب بقى كده بالمعلقة الأول قبل ما احط ايدي كده علشان العجينة ما تلزقش في ايدي كده وتضايقني، فأنا بلمها الأول كده بالمعلقة لحد كل الدقيق ده كده ما يختفي والمية كده تتشرب كل الدقيق بالشكل ده كده. بعد كده بشيل المعلقة خالص وابدأ أعجن كويس جدا بإيدي. هبدأ كده في العجن بقى زي ما انتوا شايفين، والعجينة لازم تعجنوها كده وتلتوا فيها كويس جدا علشان في الاخر تديكوا كده نتيجة مظبوطة. مش عايزة العجينة تبقى مقطعة او اي حاجة من دي. حطيتها بقى كده على الرخامة علشان اعرف اتحكم فيها واعجنها كويس جدا، لان الطبق ضيق طبعا فمش عارفة اتحكم في العجن فيه. هنا بقى كده زودت معلقتين من المية علشان اعرف اعجن العجينة كويس كده، حسيت ان هي مقطعة شوية فبدأت ازود لها معلقتين بس من المية مش اكتر من كده. وطبعا على حسب برضو نوعية الدقيق عندكم، ممكن النوعية اللي عندكم ما تحتاجش غير الكوباية بس، وممكن تحتاجوا انك تزودي معلقتين مية او 3 معالق مية بالكتير قوي. انا عايزة العجينة تكون يابسة مش عايزاها طرية، علشان لو بقت طرية هتفرش معاكي كده في قلب الصينية بعد التشكيل. خلاص كده خلصت عجن كده زي ما انتوا شايفين، هغطيها بكيس كده وبعد كده هغطيها بفوطة واسيبها على جنب كده لحد ما تخمر معايا ويتضاعف حجمها بالشكل ده كده. هفضي بقى الخمر بتاعها وابدا كده اقطع العجينه دي 8 قطع كده تكون متساويه، تقطيع كده عشوائي، وبعد كده هبدا اكورها واظبط معايا العجينه. هاخد بقى كده كل كوره من اللي انا قطعتها دي كده وابدا اسويها بقى كده واكورها كده بالشكل ده، اسويها كده وادمجها بقى من فوق كده زي ما انتوا شايفين. انا مش عايزاها تفرش معايا ولا انا هضغط عليها اصلا، يعني انا هكورها كده واحطها كده في الصينيه من غير ما اضغط عليها خالص. العجينه بقى كده بلتها بايدي كويس جدا كده الاول والفها بالشكل ده كده علشان تبقى ملمسها كده معايا ناعم ومتكونش مقطعه معايا. بحطهم كده في الصينية واسيب طبعا بين كل واحدة والتانية مسافة علشان هي لسه هيتضاعف حجمها كده وتخمر، فانا مش عايزاهم يلزقوا في بعض. خلاص كده خلصت تكوير العجينة زي ما انتوا شايفين. هسيبها بقى لحد ما تخمر كده ويتضاعف حجمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هجيب معايا ربع كوباية من المية، عليها معلقة سكر صغيرة وقلبتهم مع بعض كده. بعد كده هدهن الوش بتاع العيش هيطلع لونه تحفة. مش بدهن بقى كده ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجة من دي خالص، والوش بتاعها بياخد لون حلو جدا، شوية سكر على شوية مية بس كده. في الوقت ده بقى كده بكون مشغلة الفرن يسخن معايا قبل ما ادخل الصينية دي بحوالي 5 دقايق علشان الفرن لازم يكون سخن جدا. بعد ما بدهن الوش كده برش كده رشة سمسم، لو انتوا حابين، مش حابين تحطوا سمسم خلاص ممكن تسيبوها من غير سمسم كده. هدخلهم الفرن بقى كده على درجة حرارة 200، بيدخلوا على درجة حرارة عالية علشان ما ينشفش معاكي ويطلع معاكي كده طري. بولع بس الفرن من تحت، ما بولعش الشواية خالص غير في الاخر لو احتاج معايا لون. بيقعد معايا كده في الفرن حوالي من 10 دقايق ل 12 دقيقة مش اكتر من كده علشان ما ينشفش معاكي. اول ما تلاقي القعر بتاعه خد لون احمر حلو كده خلاص بروح قافله عليه من تحت، ولو لقيتيه لسه ما خدش لون من فوق بتولعي له بقى الشوايه.
بس طبعا لو الفرن بتاعك سخن جدا مش هيحتاج انك تولعي الشواية، لان الصهد بتاع الفرن هيحمر معاكي الوش. اول ما يطلع معايا كده من الفرن بسيبه يهدى دقيقة واحدة بس، وبعد كده بغطي عليه علشان يفضل معايا طري وما يبقاش ناشف. خلاص كده خلصنا العيش الكايزر بتاعنا او عيش البرجر. شايفين بقى الطراوه بتاعته ده بعد ما غطيته كده وبرد معايا تماما؟ شايفين طاري ازاي وواخد لون حلو جدا من فوق ومن تحت، بجد رهيب. جربوه بقى كده علشان بجد يستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.